ازاي تقدر ترجع اكونت الفيسبوك بتاعك لو اتسرق، او لو انت شاكك ان اتعمل عليك هاك وفي حاجات اتغيرت في الاكونت زي الباسورد او الايميل او في بوستات بتنزل او في رسائل بتتبعت. في الفيديو ده هنعرف ازاي نقدر نشوف الكلام ده ونقدر نرجع اكونت الفيسبوك بتاعنا. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعملها هندخل على جوجل ونكتب اكونت فيسبوك تم اختراقه وانتر، واول اختيار الابلاغ عن حساب فيسبوك تم اختراقه. هنا بيقول لك اذا كنت تعتقد ان شخص او فيروس اخترق حسابك اضغط تم اختراق حسابي، فهنضغط هنا. هنا بقى بيقول لك دخل الايميل او رقم الموبايل اللي معمول بيهم الاكونت علشان طبعا يبحث عن الاكونت ده، فهكتب الايميل بتاعي وهضغط بحث، وفعلا جاب لي الاكونت اهو. طيب لو ما ظهرلكش الاكونت بتاعك، يعني مش هو ده الاكونت بتاعك انت، تقدر تضغط هنا، والمره دي هتكتب او هتبحث برقم الموبايل، فهتكتب رقم الموبايل اللي انت مسجل بيه وهنضغط بحث. تمام، هو ده الاكونت بتاعنا. هنا بيقول لك دخل اخر باسورد استخدمته علشان تعمل لوجن للاكونت بتاعك، او حتى باسورد قديم ليه، فهكتب له اخر باسورد للاكونت انا كنت مسجل بيه، انا لسه فاكره. هنا بيقول لي انت دخلت كلمه سر قديمه، ده طبعا معناه ان اللي سرق الاكونت غير الباسورد، مش محتاجه ذكاء يعني. طيب، وبيقول هنا انه تم تغيير كلمه السر من 12 ساعه، وجايب لي امتى بالظبط الوقت والتاريخ. تمام، فلو مش عارف كلمه السر لحسابك هنعمل كلمه سر جديده، بس لما نعمل كام خطوه الاول. فهنضغط على تامين حسابي. هنا بيقول لك هنبعت كود للايميل اللي انت مسجل بيه على الاكونت ده، فلو تمام وانت لسه ليك اكسس على الايميل ده تقدر تدخل على الايميلات، هتلاقي في ايميل جاي لك من الفيسبوك في كود مكون من 6 ارقام، تقدر تكتب الكود ده هنا وتضغط انتر. هيجيب لك بعد كده الخطوه اللي بعد كده انك تدخل او انك تغير الباسورد او انك تكتب باسورد جديد وتعمل له كونفيرم، وهتلاقي الاكونت بتاعك تم استرداده والدنيا هتبقى تمام وخلصت الحكايه. طيب لو ما كانش ليك اكسس على الايميل ده في الوقت الحالي ونسيت الباسورد بتاعه، لانه طبعا ايميل قديم وانت مسجل بيه على الفيسبوك من زمان زي اغلب الناس، في الحاله دي هنيجي ونضغط على جرب طريقه اخرى، وبعدين هنضغط على لم يعد بامكانك الوصول اليها. هنا بيقول لك لو فقدت الوصول لتفاصيل تسجيل الدخول ففي شويه اجراءات هنعملها، فهتضغط على بدء، وهنكتب هنا ايميل جديد نكون عارفين تفاصيله المره دي، لاننا هنستخدمه طبعا علشان يتبعت لنا ايميلات تاكيد من خلاله، وهنستخدمه طبعا في باقي الاجراءات. فهنكتب الايميل بتاعنا ده، ايميل جديد زي ما قلنا هنستخدمه في الخطوات الجايه، فلازم نكون عارفين الباسورد بتاعه. تمام، ونضغط على الحصول على الرمز ده علشان طبعا يتاكدوا من الايميل وان انت ليك اكسس عليه. هيتبعت لك طبعا رمز على الايميل ده، هتجيبه وتكتبه هنا، بعدين اضغط تأكيد. هنا بيقول لك تأكيد انك صاحب الحساب ده، فعايزين صورة من بطاقة الهوية الشخصية، وهعرفك ازاي تعمل الكلام ده دلوقتي. فهنضغط هنا، وهنا بيقول لك دخل اسمك بالكامل. طب تمام، وهنا تحميل بطاقة الهوية زي طبعا بطاقة الرقم القومي او جواز سفر او رخصة قيادة. المهم هنضغط تحميل بطاقة الهوية وهنختار بطاقة هوية قومية. بعد كده بيقول لك عايزين صورة من بطاقة الهوية دي عن طريق الكاميرا، يعني هتحط البطاقة بتاعتك قدام الكاميرا كده وتستنى الكاميرا تعمل لها سكان بدون طبعا ما تظهر انت لو خايف، طبعا لو سواء ولد او بنت. طيب هنضغط التالي. فوق كده هنعمل الاو علشان ندي اذن للكاميرا انها تشتغل علشان تعمل سكان للبطاقة. اول ما تعمل الاو طبعا هتلاقي الكاميرا فتحت معاك، نقدر نمسك البطاقة كده ونوجهها قدام الكاميرا علشان تعمل سكان. بعد ما تعمل سكان الصورة هتثبت معاك كده، طبعا لو عايز تغيرها في اوبشن اعادة التقاط الصورة. لو تمام اضغط التالي. كده احنا تمام وعملنا ابلود لصورة البطاقة. اضغط ارسال. بيقول لك تم تقديم النموذج بنجاح، واستنى ايميل مننا طبعا علشان تعرف الدنيا هتمشي ازاي او هتعمل ايه، الاجراءات يعني اللي احنا هنمشيها بعد كده. هتقول له موافق واستنى بقى يجي لك ايميل. هم هنا بيقولوا في خلال 48 ساعة، لكن الرد ممكن يجي لك زي ما حصل معايا في خلال 5 دقايق. هنا ده الايميل اللي هم بعتوه، بيقول لك شكرا لتأكيد هويتك وللعودة للفيسبوك، عايزين نعمل إعادة تعيين لكلمة السر، فيلا بينا. هنضغط على إعادة تعيين كلمة السر واكتب بقى الباسورد الجديد بتاعك واضغط إعادة تعيين. لو بصيت فوق كده هنلاقيه فعلا عمل لوجن على الاكونت من تاني وتمت استعادة الاكونت بنجاح والدنيا كده فله. عايز طبعا تطلع من هنا وتفتح الاكونت تاني مفيش اي مشكلة، لان احنا كده يعتبر خلصنا.
او احنا خلصنا فعلا، عملنا ريكفري للاكونت ورجعنا الاكونت تاني. طيب لو لسه شاكك وعايز تعرف اكتر، او عايز تامن حسابك اكتر، او لو عايز تشوف الايميل اللي داخل على الاكونت بتاعك، سواء ايميل غير الاكونت غير الايميل اللي انت بتعمل لوجن بيه، او اخر لوجن تم على الاكونت، او اخر باسورد اتعمل على الاكونت، تعال نشوف. هنا هنختار المشكله اللي واجهتنا، يعني لو في بوست او رساله او مناسبه او اي حاجه غريبه اتكتبت او حصلت وانا ما عملتهاش، او لو في شخص دخل لحسابي بدون اذني، او لو في حساب تاني بيستخدم اسمي وصوري، او في حاجات كنت عاملها برايفت لقيت ان في ناس كتير تقدر تشوف الحاجات دي، او لو غير كده طبعا فنقدر نختار الاوبشن ده. طيب انا هختار الاوبشن رقم 2، في حد دخل على الحساب بتاعي بدون اذني، وهضغط متابعه. هنا بيقول لك احنا هنساعدك في تامين حسابك، وهنشوف ان اي اجراءات او تغييرات اتعملت من خلالك ولا لا. طيب المهم هنضغط بدء الاستخدام. هيبتدي يشيك على كام حاجه كده زي كلمه السر والايميل والمعلومات الشخصيه والبوستات، وبعدين هنا بيقول لك فعلا في حاجه اتغيرت مؤخرا على حسابك، فتعال ناكد على الباسورد والايميل. هضغط متابعه وهكتب باسورد جديد وهنأكده. هتقول لي طب ما انا لسه مغير الباسورد وعامل باسورد جديد. هقول لك برضو انا وضحت لك ان اول ما احنا رجعنا الاكونت ان مهمتنا كده خلصت، ان الموضوع كده انتهى، لان احنا رجعنا الاكونت. اللي احنا بنعمله ده حاجه زياده هتعرف دلوقتي. المهم هنضغط متابعه. هنا بقى جايب لك قائمه بالايميلات اللي تم استخدامها لعمل لوجن على الاكونت بتاعك، فلو في اي ايميل انت ما تعرفوش تقدر تحذفه من هنا. تضغط هنا وتضغط على حذف. انا طبعا الدنيا عندي تمام، ده الايميل اللي انا كنت لسه مسجل بيه، فهضغط تخطي وبس كده انتهت المهمه. تقدر دلوقتي تضغط هنا علشان تروح للصفحة الرئيسية. دلوقتي انت بقى معاك المعرفة الكاملة اللي بيها تقدر ترجع اي اكونت فيسبوك اتسرق، وتقدر طبعا تساعد غيرك بالمعلومات دي. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو وحسيت انك استفدت منه يا ريت تعمل لايك، وتنزل دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل فيديو جديد. واستنى الفيديو الجاي. سلام.